ولاحظت واحد الحاجه ديال المورفين وبوز وتناك ديالي. المورفين كنلقى لا يخرج واحد الالبوم هذا قديم ولكن مؤخرا كرا يخرجوا بزاف، وتا بوز قال يخرج الالبوم وما خرجوش. المورفين خرج الاو بي ديالو وبوز قال ما خرجش الالبوم وخرج انت يا خويا راه خاطر انت خاصك دير شي كونسيبت ديال الراب. السلام عليكم الاساطير الاسطورات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى صحه جيده. الحلقه الرابعه من وراء القلوب. هذه الحلقه هذه غتكون معنا واحد الضيفه اللي معروفه كتعمل ريفيوز على التراكات وكتحلل ما بين الاسطور ديال الروابا اللي كينزلوا التراكات ديالهم. معنا فاميليا. شكرا خي سعيد، شكرا لك بزاف على الاستضافه، وانا فرحانه مع انني نكون معك في هذا البرنامج ما وراء القلوب. برنامج اللي بصح كيقيس القلوب يعني، وكتكونوا فيه شي حويجات اللي ما تيكونش عارفهم عليك كل شيء، ولكن انت كتحاول تقرب الناس لذاك البيرسوناج اللي انت عارضه. شكرا بزاف على الاستضافه. مرحبا بك، وتانا مرحبا بيا عندك، وشكرا بزاف استضفتيني عندك في دارك باش نعملوا هذه الحلقه هذه وباش يشوفها الجمهور. واول سؤال عندي هو فاميليا واش هي مريم او مريم مختلفه على فاميليا ومريم؟ هو الصراحه كاين شي شويه ديال الاختلاف. انا نقول لك الاختلاف فين كاين. فاميليا يعني فاميليا هذه بيرسوناج اللي نقبل فيها كل شيء، يعني بحال دابا اللي ينتقدوني اللي كيبغيوني خاصني ناكسبتيهم، خاصني نتقبلهم. الوغ كو مريم ربما واحد ينتقدني ما نبقاش كاع نعمر معاه السوق، ما نبقاش نهضر معاه، ما نبقاش كاين شي حويجات بحال هكا. ما فاميليا بحال انا عارفه راسي انني دايره واحد البيرسوناج اللي بوبليك، يقدر الواحد يبغيني يقدر ما يبغينيش، يعني خاصني نتقبلها، حيت انا تلوح فيديوهاتي في واحد البلاتفورم اللي هي تاهي بوبليك، من حق اي واحد يدخل الفيديو ديالك ويشوفه، ماشي دارك بريفي ديالك وتقول ليه لا ما تدخليش لداري. الوغ كو مريم انا ما عجبنيش شي واحد يقول لي ما تدخليش لداري، ولكن يوتيوب دخل فيديوهاتي وعندك كل الحق انك تنتقدني ولا تحبني، يعني بحال هكا شي شويه ديال الاختلاف. اما زعما البيرسوناج قريب بحال زعما ما كنتصنعش في الفيديوهات ديالي، تنحط شخصيتي كيف ما هي وصافي. ملي جيت نصنع ما شحال قدك تصنع نهار يومين بزاف. وكيفاش كانت البدايه ديالك؟ البدايه ديالي كيفاش تفكرت انني ندير شين ونناقش ونهضر فيها على الراب. الراب انا زعما شغوفه به من شحال هذه، مني كنت صغيره، من يامات المراهقه 14 عام، يامات الاعدادي. كنت كنتمزك للراب، كيعجبني الراب، ولكن بحكم انني كنت في واحد المدينه اللي صغيره، وبحكم ان يعني بنت والوسط شويه محافظ راك عارف، وحتى الماتيريال باش انني مثلا نوض نشري ماتيريال وندير يوتيوب. حتى ديك الساعه يوتيوب ما كانش ماشي كلشي كيديروا، يعني صعيب انك ما كانش اللي غادي يعاونك باش انك تعرف داكشي وتعرف كيدوز داكشي. وكانت القرايه وكانت هذا هو السبب اللي خلاني انني نبدا معطله حتى لدابا. الحمد لله يعني لاش كبرت، استقريت، يعني خدمت، ولا عندي منين ندخل واحد المصروف اللي نقدر نشري به ماتيريال، ودابا الحمد لله كنحس براسي يعني انا قادره ندير داكشي اللي بغيت. وكيفاش كيشوفوا العائله ديالك مثلا بنت كتمن مثلا كونطوني ديال الراب كتشرح التراكات وبعد التراكات اللي مثلا كيكون فيهم مثلا تحصل الهضره؟ اش غادي نقول لك دابا؟ هذه اللي قلت لك زعما ما بديتش وانا صغيره، ما بديتش في لاج ديال المراهقه. تما راه كنت غادي نلقى، ماشي نقول لك ربما كنت غادي نلقى مشاكل مع الوالد مع الوالده. اول حاجه يقولوا لك القرايه، هادشي غادي ينهيك على قرايتك واش كتخربقي. والراب ديك الساعه راك عارف يعني الصوره ديال الراب كيف ما قلت تخسر الهضره. ما دابا كيشوفوني الحمد لله، يعني القرايه قريت، الخدمه خدمت، يعني داكشي اللي بغى الوالد والوالده ديالك تيقولوا زعما خاصها تقرا. داكشي زعما اللي سميتو كيقولوا هذه وصلت دونك ما وكبيره اش غندخلوا فيها، دونك عارفه اش كدير، او كيخرجوها من الباب واسع عارفه اش كدير. هادشي اللي كاين. بغيت نسولك، مؤخرا كنتي غبرتي وكنتي نزلتي في ستوري ديالك باللي وقعت لك الاكسيدون، كيفاش وقعت؟
بغيتي تفكرنا خاي سعيد واش الجمهور ديال نفسه يعرف واش ما كانش يعرف بصح كنت حطيت ستوري وقالوا لي بغيناك تهضري لنا على الموضوع ولكن صراحه لحد الان ما درتش شي فيديو في الفيديو واش بغيت نهضر لكم على هذا الموضوع صراحه ما كنتيش نسيتي طلبوا انني نهضر لهم في الموضوع ولكن ما جبتهاش الفرصه صافي ما عاودتش هضرت على الموضوع. هي صراحه اكسيدون خايبه وراه قلتها للدراري في ستوري قلت لهم راه ربي زعما عطاني فرصه اخرى في الحياه هادشي اللي نقدر نقول عطاني فرصه اخرى في الحياه حيت حتى من سميتو اصحاب الاسعاف منين جاو يشوفوا الحاله وشافوا الطوموبيله كيفاش مقلوبه وكيفاش مبعجه وداكشي قال لي اختي راه حسبنا واش ما لقاوكش زعما الحمد لله قالوا لي والناس اللي كانوا كيدوزوا هو انا فاش وقعت لي لاكسيدون الحمد لله انني كنت بوحديتي بعدا هذه اهم حاجه ربي نيت واحد لاكسيدون خايبه ولكن الحمد لله نجيت منها بحال شديتي شي شعره وحيدتيها من العشيله ما طراني والو الحمد لله ما كانتش شي حاجه صعيبه يعني كانت عندي ضربه في الراس كنت خايفه منها ولكن فاش درت السكانير وداكشي لقيت بلي كلشي مزيان زعما ربي حماني وانا كنحمد ربي ونشكره بزاف حيت عطاني فرصه اخرى في الحياه وضروري بحال هادشي يعني ما نستافدوا من دروس نراجعوا نفوسنا ايتترا ما انا قلت لك الناس اللي كانوا كيدوزوا كيشوفوني كيقولوا لي غير ديري الصدقه ربي عاود نجاك باش انك تعيشي زعما كانت تجربه خايبه نقدروا نقولوا يعني بحال قلتي شفت الموت يعني ماشي اي واحد كيعيشها ضروري وبحال قلت لك كيفاش وقعت لي زعما كيفاش تقرب الطوموبيل كنت غادا بوحديتي واحد الطريق هي راه ماشي في وسط المدينه غادا برا ديال المدينه كنت غادا للخدمه انا الخدمه عندي في خارج المدينه خارج المدينه وكاينه في واحد الفيراجات ومعاتها انا زعما السياقه يلاه بديت السياقه عندي البيرمي قديم ولكن السياقه كسياقه عاد بديتها وقلت واحد الفيراجات قلت ارا نجنبهم واحد الفيراجات خايبين قلت ارا نجنبهم نمشي نجرب واحد الطريق حتى هي على برا كيديروها اصحاب الطاكسيات قلت نجرب هذيك الطريق ما عرفهاش اول مره غادي انا نمشي يعني صايقه في ديك الطريق شفتها خاويه غراتني قلت راه خاويه السرعه كان شي شويه السرعه قلت زعما ماشي مشكل غنزيد السرعه راه خاويه ولكن انا زعما نصيحه وهذه راه زعما معروفه غير انا زعما الطريق ما كتعرفاش خاصك تمشي غير بشويه انا الطريق ما عرفاش كان خاصني نمشي غير بشويه انا زدت في السرعه فاجئني واحد الفيراج حيت ما عرفاش بلي المهم تدخلت في واحد الفيراج هو طلعه وفيراج في نفس الوقت داك الفيراج جرني جيت نرد في الفولوم لقيت مرض هذا هو اللي كاين حتى انا صراحه ما تفهمليش شنو وقع داكشي الله يستر الله يحمي اي واحد داكشي اللي كاين هي اللي فلتات الحمد لله. وبغيت نناقش معك واحد المساله دابا اللي عامله ضجه مؤخرا ديزيدروس وبرونو عمان برونو عمان تحياتي ليهم بجوج بعدا شنو بغيتي تعرف زعما على نعرف ديزيدروس ونعمان الحلو تحياتي ليلو هذيك الشيء اللي قال ديزيدروس واش كتتفقي معاه او لا هذه الاولى. ثاني حاجه كنت انا اظن باللي نعمان الحلو كان غنى عن ما يهضرش على مثلا ما يهضرش في على الراب ماشي لا قبل ديك الفيديو اللي عمل في ديك البرنامج ديالو لا قبل مثلا يخرج في الصحافه في شوف تي في ويهضر ويقول كان غنى عن يرد على ديزيدروس انه يزيد يخرج ويزيد يهضر. المهم انا النعمان زعما هو تيقول علاش بدا تيزيد يخرج علاش بدا كيزيد يهضر. اول حاجه قالك باللي داو ليه لي كونط ديالو الصفحه ديالو على الفيسبوك والصفحه ديالو على الانستغرام يمكن هذا الشيء اللي خلاه انه يخرج في منابر ويقولها ويعاود يقولها. ثاني حاجه ربما ما داك الهجوم حنا يعني في ثقافه راه تنتقبلوا الساركازم هما هاد الناس اللي قدامين علينا وكبارين علينا واخا هكاك ما عندهمش داك اللعب ما عندهمش داك اللعب صافي الا مشيتي درتي ضحكتي عليه شي شويه كما نعرف كيف ما يقدر يدعيك يقدر الوغ كو انا مثلا مشي مكار وكذا لا حتى الساركازم بحال دابا انا كندير يوتيوب راه نعمل حتى هو تيدير موسيقى هادشي تنديروا شي حاجه للناس كيف ما قلنا للبوبليك يعني كنديرها الناس يقدر واحد ينتقدني يقدر واحد يبغيني فهمتيني. انا مثلا نجي نلقى باش الساركازم كتضحك عليا نقدر نتقبلها بكل روح رياضيه نقول ماشي مشكل هو شاف داكشي ضحكوا ماشي مشكل نضحكوا كاملين ولا كاع يدير اللي عجبو. هو الناس القدامين لا كيشوفوا الساركازم تيقول لا ندعيك
فهمتيني يعني ربما هو ما تقبلش داك الساركازم اللي داروا عليه لي باج الوغ كو حتى الساركازم راه فيه واحد النوع ديال البارطاج. ربما هذا هو السبب اللي خلاه يزيد يخرج. بالنسبه للراي ديالي واش انا مع داكشي اللي كيقول سينو عمال ولا مع داكشي اللي كيقول دي زيدروس، انا من مورا هادشي الا كنتي شفتي درت واحد الانترفيو ديال سكاي نيوز مع الاستاذ نعمان الحلو وتناقشنا نقاش اللي راقي، ماشي مشينا نضربوا ولا شي حاجه، حيت عادي انه يوقع تصادم في الافكار، عادي راه جوج ديال الجينيراسيون اللي مختلفين فهمتي. هما قدامين علينا حنا محتاجينهم بديك التجربه اللي عندهم، وحنا عاوتاني جداد ربما هما يحتاجونا بهاد لي تكنيك جدادين اللي بانوا التكنولوجيا ايتترا. بالنسبه لي انا راه هادشي قلته في الانترفيو، قلت للسينو عمال زعما منين بغيتي تهضر في الراب عندك الحق هضر في الراب ماشي مشكل، يعني شنو هو الراب، منين جا الراب، تاريخ الراب، هادشي اي واحد يبحث ويجي يهضر ماشي مشكل. ديجا راه الابحاث ديالو كانوا في المحل ديالهم وجا قال داكشي كوريكت. امتى غادي ينوض المشكل؟ فاش راه تاني قلت لي فاش غادي يعطي الراي ديالو، غادي ينوض وغادي يقول حقا انا كونتر الراب يديروا لوطوتين، واللي كيدير الراب يبقى في الراب، واللي كيدير الاغنيه يبقى في الاغنيه، هنا ولا كيعطي الراي ديالو. دونك هنايا وقع المشكل، قالوا لي يا سيدي ما تعطيناش الراي ديالك، ما ديرش علينا تا استاذيت. هادشي هذا هو المشكل اللي كان، قالوا لي حتى منين باغي توصل الراي ديالك بشي طريقه ما دير على شكل انترفيو بحال دابا كان وياك، وجيب شي واحد قايدون في الراب، جيب شي واحد اللي نتايا كتعترف فيه في الراب باغي نجلسوا ونهضروا. اييه هما دابا تيقولوا يتقبلوها من واحد اللي كي رابر، وما يتقبلوهاش من واحد اللي بعيد على ثقافه الراب يجي يبدا يقريهم ويقول لهم حقا انا ديروا هذه وما ديروش هذه. اصلا هما كانوا قديم في الراب وما عاديش توريهم مثلا. هذاك الشيء اللي كاين، وكاينين الدراري قدامين يعني ماشي انت غادي توريهم، حيت وهذه حتى انا زعما مع الدراري يعني واحد دي زيدروس باغ اكزومبل الكارير ديالو راه كيهضر عليه واصل، باش ما بغيتي الله يجعلوه هو يدير الراب يدير كاع شي حاجه مازال ما عندهاش شي سميه كاع ديال الواي يخربق. المهم راه عنده ناس اللي كتتبعوا واللي كتشاهدوا واللي باغيه داك الشيء، هو كيخدم مع دوك الناس. مؤخرا فيديو كليب اللي نزل دي زيدروس مع العشران سمعته، وفي نفس الوقت كان معايا الدري اللي كيكون معايا كيتفرج وشرح لي شني في الفيديو كليب. فيديو كليب صراحه عالمي، فيديو كليب مزيان، فيديو كليب عالمي كاين فيه رسائل، فيه بزاف ديال الرسائل، فيه بزاف ديال الكلاشات، وهادشي اللي خلاه انه ينجح. ومع ذلك يعني راه حتى حاجه الانتقاد راه ديما ما كاينش شي حاجه كامله ديال الحياه، ما كاينش شي حاجه بارفي. يعني واخا الفيديو نجح وتكلاصا عالميا كاين اللي عاوتاني ينتقدوا قال لك سيدي راه ما كاتب والو، واخا الفيديو عالمي الكلاشات كاينين، ولكن داك الشيء قال لك زعما ما كانش شي حبكه في الكتابه ويعني كرابر دي زيدروس راه واخا هكاك راه يعني البوم عزيز عنده ستيلو راه يتكلم عن نفسه يعني الا بغى يكتب راه كاع يعرف يكتب. هنايا انتقدوه الناس اللي كيعرفوا شكون هو دي زيدروس، قالوا لي زعما حنا عارفين كنت وانت قادر تكتب احسن من هذا الشيء. شنو الراي ديالك في الاغنيه الاخريه ديالك مع العشران؟ الراي ديالي مع العشران تراك اللي زوين بعدا انا تعجبني شي منتوج مغربي يوصل للعالميه. انا ديما كان واحد يعني الناس اللي كيتبعوني غلطين فيه، كيقولوا ربما هي راه كتبغي اللي يبدا يكتب وماشي مهم حقا فهمتي، وكانوا كيحسب لهم واش انا خاصني نجي مثلا باغ اكزومبل نعطيك طوطو. شحال من مره انا كنشكرو كيقولوا لي اختي وانت زعما النوع ديال الراب اللي كتمسكي ليه وداك الشيء ما كيخولكش انك تدوي مزيان على طوطو راه غير كيخربق كيلاقي الكلام. قلت لهم طوطو كيلاقي الكلام ولكن كيخدم بروفيسيونيل وكيعطينا واحد البرودوي اللي كيوصل للراب العالميه. هو ليه الفضل كبير شئنا ولا ابينا ان الراب المغربي يوصل ويتكلاصا عربيا وحتى عالميا، فرنسا وراك عارف دابا يعني طوطو فين تيتبلاصا فهمتيني. انا كيعجبني انا شي منتوج مغربي يتكلاصا عالميا ماذا بيا، يعني راه الراب غادي لقدام. مع العشران راك شفتي يعني تكلاصات 7 عالميا، من بعد تكلاصات 5 عالميا، ما يمكننا نقولوا حتى شي كلمه من غير برافو لدي زيدروس. وقبل كانت قبل المونديال كان واحد المشكل وقع جبتي طوطو، كان وقع له واحد المشكل ديال الحشيش الشيشه عادي ديك المشكل واش كان
متفاعل مع مثلا مع شي جهه زعما واش المشكل جا هكاك ولا مفتعل؟ مفتعل من شي جهه مثلا واخا هو قال سبونطاني هو قالها سبونطاني نشرت بزاف ولكن زعما كبر الفيلم بصح يعني هو قالها سبونطاني ولكن حنا تفاجئنا بكيفاش كانت ردة فعل الصحافه يعني بحال كبروا الموضوع واكثريه عفوا مقاطعتك واكثريه ملي طلع في الفيستيفال ديال الرباط اكثريه زادت عليها الهضره بصح انا بعدا عندك هذه القضيه ديال الفيستيفال انا تعجبت فيها ديجا طلع البيك ديجا طلعوا قبل منه وعارفين شنو هو الراب وانت فاش يعني عارف طوطو غادي يطلع للسور سين وجاي انت تمزك ليه دونك راه انت عارف باللي طوطو كيخسر الهضره عارف باللي الراب هو هذاك ما تجيش ما تكلفش عناء انك تاخذ ترونسبور ولا انك سميتو وتجيب ولادك حقا لا الدراري ما خصهمش يسمعوا هاد الهضره هو ما جاش عندك البيت كما دوزولكش في دوزام ولا دوزولك في هو انت مشيتي عنده انت خويا غادي تخلص ورقه ولا بلا ورقه نقولوا ديك الساعه كان واقيلا ديك غراتوي غير ديبلاسمون باش انك ديبلاصا وانت غادي تفرج في واحد وتضيع وقتك وتضيع طاقتك في واحد ما عرفوش غادي طابي طوطو غتمزك ليه غتعرفوا شنو اللي كاين عجبك ما عجبكش ما تمشيش انا الصراحه ما عجبنيش الحال فاش ننتقدوا على تخسر الهضره ديالو سور سين مازال نقولوا الحشيش عادي كان في ندوه صحفيه ما ربما كان خاصو يجيري كلامه ما انك تقول لي حق علاش خسرتي الهضره مع العلم ما كانش تخسر الهضره وانا عرفت الكلمه اللي كان قال كانت عاديه زعما كيقولوا هاد الدراري بيناتهم ماشي زعما شي كلمه اللي كانت خايبه بزاف ولا نقولها فهمتيني غير بغاو يشدوها وصافي واش سميتو القضيه اللي كانت وقعت له مع التيجيني وكبرت ما عرفتش صراحه علاش بالضبط بغاو في ديك الوقت هذاك ديك الفتره مثلا يدعاو وكبر الفيلم والصراحه في ديك الفتره انا راه كنا هضرنا على هذا الموضوع بزاف جا داكشي متابع البولفار وقعوا فيه شي شويه ديال الصداع عادي ديال المورفين وديال دوليبران ملي كان اي تجمع راه عادي بنادم غير دفعتك انا لاش اخويا دفعتيني هي ناضت يعني اي تجمع راه عادي ولكن حنا شفنا الصحافه فرقعات لا واش الشغب وهذا هو النوع ديال الجمهور جا موراها البلان ديال طوطو عاوتاني داكشي بدا كيجي شي مورا شي عاوتاني تيجيني والبي ام دي ار المهم هادشي بدا واخا هادشي الصراحه انا بان لي المشكل بدا نهار خرج سموليكس والدراري اللي دعموا سموليكس في البلان ديال البي ام دي ار نهار بداو الدراري كيطالبوا بحقوقهم نهار ناض الشاش راه هادشي اللي كاين زعما بلا ما نخبيو الشمس بالغربال هذا هو اللي كاين يعني ما عرفتش واش حسوا بالصهد وبغاو يحاربوا هذا الراب باغ كونطخ حاليا كنشوفوا انهم رجعوا للور ربما اقتنعوا انهم راه عمرهم ما غادي يقدروا يحاربوا هذا الراب وفعلا حيت بحال قلتي الارقام ديالو راه تتفرضوا يعني كيفرض راسو ما عندك ما دير لي انا فرض راسي انا فتك وصلت العالميه شنو فينا تشدني فهمتيني ربما دابا العكس ولينا كنشوفوا هضره زوينه على روابا حتى شفتي مع العشران نوصل للبرلمان نعاود ملي طلعت طوطو بحال قلت لك مؤخرا في الاستيفالات ديال النينيفر اللي كان وقع في الرباط علاش مثلا شفت انتقادات عليهم بزاف كان في الاول حق ملي بحال قلتي شافوا الصهد عليهم مثلا وشافوا باللي الراب ما يقدروش يحاربوه بغاو يجيبوه عندهم باش يقربوا الشباب ليهم مثلا يقولوا هذا بصح الدوله راه كتدعم روابا وراه كتخليهم يطلعوا في استيفالات بصح عندك الحق في هادشي ربما صافي قالت ما دونك ما لقيناش معاهم الحل في العنف وكذا ونضربوهم يعني نطيحوهم الوغ اجي نحتضنوهم بالعكس نقول عليهم كلام زوين هذه ربما تكون بحال هكا غير هما الدراري ديالنا غير باش يعرفوهم يعني ماشي شي واحد اللي بغاو شي واحد يدير عليهم استاذ يعني انت الا بغيتي تحتضنهم خاصك تعرف كيفاش تحتضنهم يعني يصفي انك غير تقبلهم ما تيسينوش منك انك تعترف بهم وانك توصلهم ولا تعطيهم ولا غير تقبلهم وخليهم يخدموا راهم خدامين تبارك الله. بغيت نسولك على قبل اليوبي اللي خرج مؤخرا بوزولو مورفور اييه واليوبي ديال كالا ديال مورفور
شني كتفضلي ما بين يا على السؤال اش السؤال السي سعيد؟ عرفتي شحال هربت من هذا السؤال هذا؟ راك في ما درت لهم شي كيسيونير في الانستغرام كيجيني هذا السؤال هذا وكنهرب منه ما كنجاوبش ما كندويش كاع ولا شكون اللي كتشوفي قلبك وصل لشي حاجه. المهم هما بزاف الدراري بزاف كيحطوا بوز فلو والمورفين تحطوا هذا في كفو هذا كفو كيقول لك حقاره بحال ولا قارني بيناتهم. وانا راه ديما كنقول لهم حتى ناس اشاك فوا كندوز في شي هذا كيقولوا لي هذا السؤال ديال قارني بوز بالمورفين شكون اللي حسن واش بوز ولا المورفين واش بصح البوز ولد المورفين واش خدا داك الشيء من المورفين شي هضره بحال هكا. كنقول لهم شوفوا راه ما عرفتش انا راه والله ما نكذب عليكم انا راه كيبان لي بوز بوحدو في ستيلو بوحدو والمورفين بوحدو في ستيل اخر بوحديته. المورفين انا كنقول ليه مالك ليغو تريب ومالك الميتافور. المورفين ماشي اي واحد يفهمه. المورفين باش تفهمو يعني خاصك تكون ديكسيونير خاصك تكون قاري خاصك تكون فهمتيني مثقف. صراحه كنسمعوا ولكن ما كنفهموش هذاك الشيء تكون هضرتو شي شويه يعني تيخدم لي تكنيك بزاف تيخدم لي فيغور دي ستيل بزاف. انا من غير الاو بي ديال غالا بوحدي حتى اللي فهمت كيقول فهمت شي بعد منه حتى باقي ديال الاغاني ديال التراكات ديال المورفين القدامين ما تحسوا لا بوسفلو واخا بوسفلو كيرابي وكيتاو كيهضر بحالو شويش كيوصل لك الفكره كتفهم بالضبط شنو باغي يوصل. انا نقول لك علاش الله يعطيك الصحه يعني راك انت تبارك الله عليك راه عندك الاذن ديال الراب. قلت لك المورفين كيف ما قلت لك زعما واعر يعني في لي فيغور دو ستيل في الميتافور مالك ليغو تريب يعني ماشي غير اجيو فهموا داك الشخص كاين وشي مره كيقول شي حوايج تقول كيفاش هاد خينا هذا فكر ما فهمتش انا هاد خينا هذا واش يطيح عليه الوحي ولا كيفاش تبقى غير حال فمك. بوز فلو ميم شوز راه هو كيدير هاد الحويجات حتى هو غير هو كيديرها تتشم فيه ديك راه تيديرها بتا مغربيت وراه نيت راه كيسميوه الفلاح وكيسميوه راه ما كذبوش راه بصح علاش حيت تتشم فيه حتى مغربيت يعني كلامو واخا صعيب ما صعيبش حيت تنفهموه حنا المغاربه تنفهموه تيجينا داكشي فيه الريحه ديال حتى مغربيت. ما عرفتش واش كون فهمتيني ولا انت راك فهمتيني ما قلتي لي يعني انا كيبان لي هذا ستيلو بوحدو وهذا ستيلو بوحدو ما يمكنناش نقارنوا بيناتهم بجوجهم واعرين هذه اللي نقدر نقول بجوجهم واعرين. بالنسبه لأو بي غالا و أو بي ميتامورفوز هادو جوج ديال الأوبيات كيف ما قلتي. بالنسبه لأو بي غالا قلتي بلي راك فهمتيها حيت بصح شفنا في شي تراكات المورفين بواحد ستيل اللي جديد. شفنا المورفين بستيل جديد شفنا المورفين انه حاول يغني بغى يغني حتى هو شفناه بلي حتى هو داز لواحد ستيل اللي غيفهموا كلشي كيف ما قلتي. بوز وكذلك حتى هو مثلا في تراك الايام اللي رديتي البال حتى هو تما بوز تما غنى وبوز عنده بوز هادي زعما انا نختلف عليها بوز عنده صوت واعر صوتو زوين. المهم هادو جوج ديال لي زوبي اللي واعرين بزاف وبجوجهم لا بوز لا المورفين يعني بينوا لينا باللي قادرين نديروا ستيل اخر. ولاحظت واحد الحاجه ديال المورفين وبوز وتناكد لي المورفين كان قال يخرج واحد الالبوم هذا قديم ولكن مؤخرا كان يخرجوا بزاف وتا بوز قال يخرج الالبوم وما خرجوش. المورفين خرج الاو بي ديالو وبوز قال ما خرجش الالبوم وخرجوا. انت يا خويا راه خاطر انت خاصك دير شي كونسيبت ديال الراب حيت شي اسئله اللي راه في محلهم كطرحهم يعني اسئله في محلهم نفسهم مع بعضيهم شكون واحد اللي يكون فينا احسن. لا شتي برافو ليك والله انا تصدمت فيك واش انت زعما فان ديال الراب. لا ماشي فان صراحه بزاف ولكن كيعجبني ولكن ماشي بزاف. الاسئله ما يسولوش اي واحد هاد الاسئله انا عندي في دماغي ولكن انا تنقول ما نبارطاجيهمش علاش نبارطاجيهم نوض صداع ولا فهمتيني ما كنبغيش بحال هكا ولكن انت تبارك الله عليك كيعجبني الراب ولكن ماشي اي واحد يقدر يطرح لي بحال هاد الاسئله يجيوه لبالو بحال هاد الاسئله. لا برافو ليك. بصح هاد القضيه عرفتي علاش حيت دابا بوز والمورفين كيف ما قلت لك راه ماشي منهم هما المشكل ولكن المشكل من الجمهور اللي كيقارنهم مع بعضياتهم
هما عارفين المورفين عارف باللي الا لح شي البوم وجاب بوز ولح من موراه ما احسن منه غادي يقولوا لي فرعك بوز. ما كاينش المورفين كيف ما عارفين باللي عاوتاني لا بوز لاح وجا مورفين لاح ما احسن منه غادي يقولوا لي فرعك المورفين. فهمتيني كيفاش؟ عارفين باللي الجمهور غادي يحطهم في مقارنه راه من دابا راه كيسينوها. دونك ربما راه انا ناقشتها مع راسي وقلت ربما راه اي واحد كل واحد فيهم كيقول عرسا ربما كيساين شكون اللي يبدا لحقاش مزيان انت تبدا تلوح انت البوم ونشوف النيفو ديال الالبوم اللي عندي الا بان ليا النيفو ديالو حسن ديالك نلوحو بان ليا النيفو هابط اللهم نقول مازال ما وجد. علاش لاحظت انا قلت لك لاحظت ملي قال بوسفلاي نزل في شهر 9 نزل الالبوم ديالو مورا قال شنو سميتو المورفين ينزل في شهر 12 وبجوج بهم ساعه ما نزلوش في الاخر نزلوا الاو بي. هو المورفين نزل هو الاوليه في الصيف ودابا نزل دابا حيت راه قلت لك راه تا هما وصلهم التشاش وصلهم الصاد ديال البوبليك. دابا لحد الان راه البوبليك راه البوبليك ديالهم الفانز ديالهم ديال هذا النوع ديال الموسيقى اللي كيعتمد على ليريكس اكثر راه بجوجهم راه واخا هادو الفان المورفين هادو المرافن وهادو الساينز راه واخا الساينز راه عارفين المورفين واعر والمرافن عارفين بوز واعر. راه يعني اللي فان ديال المورفين يعني فان ديال الكتابه وعطيني الكتابه عطيني الميتافور عطيني كذا راه حاطين البوز والمورفين بجوجهم في القمه. فهمتيني؟ ولكن صعيب ان واحد يهبط فيهم النيفو على الاخر. فهمتي؟ تا هما راه واصلهم هاد الصهد هذا ماشي يعني راه تا هما راه حاضين بعضياتهم الا بغينا نقولوا راه حاضين بعضياتهم مزيان حيت ما يمكنش تطيحني ولا انا نطيحك ولا فهمتيني. وعاد زيد داك لي جو تريب ديال روابا وديجا بيناتهم كلاش كيف ما قلتي وكيدقوا على بعضياتهم يعني كل واحد فيهم بغى يكون السبع في المجال ديالو صافي بغى يكون السبع في الدومين. دابا مزاحمين عليه. انا صراحه ما كرهتش عاود نشوف شي بيف بحال اللي كان وقع في 2018 لان الاو بي ديال الكالا بحال قلنا كانت فيه شي كلام بوز فلو بشي نويط وعاود شنو سميتها بوز فلو صار دانو نيشان في التراك اللي قال له في البولفار ما كنبيعش ما تلقانيش كنبيع في البولفار. هي هذه كانت على المورفين وبزاف ديال النويطات غير انا جبت شي 3 النويطات في لي فيديو ديالي بعدا راه ذكرت 2 ومازال عندي الثالثه بزاف وهادو غير اللي كل مره كندير كاسك تنتمزك كل مره كتبان لي واحد النويطه تنقول هذه راه فلتات لي هذه راه هي على المورفين توجور دقه. انا شتي هما ما كاينش شي تراك اللي تلقى ما فيهش المورفين دق على بوز ما دقش على المورفين. بارفو كدوز كاع غير بيناتهم ميساج كيدوز غير بيناتهم راه ما يفهموش الفاصله. وانا براسي ما كان ربما يبان لي ونسكوس ربما ما يبانليش كاع دوز شحال عاد نقول بلي راه فعلا. المهم راه عرفتي كيدوزو بارفو ميساجات غير بيناتهم بحال قلتي كيدوز لي ميساج عارف بلي غير بوز اللي غادي يفهموك عاوتاني مورفين كيدوز سميتو عارف بلي راه فهمتيني غير بيناتهم ميساج كيدوز بلا ما يدريها البوبليك. بغيت نسولك في الكلاشات اللي كانوا وقعوا ما بين الجزائر والمغرب 3 تراكات اللي عجبوك بزاف. راه باينه هذه 3 تراكات غير خاصني غير نذكر. كاين بعدا التراك ديال بوز كاين التراك ديال لي سي دي زيدروس شكون اللي لاح ديك الساعه وكانوا واعرين. وكاين التراك ديال الديف كان دار تراك واعر حتى هو في المساله ديال بوز وديزيدروس. انا واحد التصريح كنت شفتو ديال ديزيدروس ملي كان وقع كلاشات ما بين المغرب والجزائر وكان سقساو على شمن تراك اللي مثلا عجبوك ولا كذا. التراك اللي قال ديال بوسفلو قال مثلا عجبوه كلماته هذه ولكن موسيقيا ما عجبوش. شنو نظرك بالكلام اللي قال واش عامل صح او لا ماشي صحيح؟ هذا السي سعيد دير رد هذه في الاوبي ميتامورفوس رد بوسفلو على ديزيدروس وعلى هذا الكلام اللي قال ديزيدروس فاش قال باللي انا في البيف ديال المغرب مع الجزائر عجبوني جوج ديال الدراري. هو كيهضر على الديب وعلى بوز تتبان انه كاينه خدمه في الكتابه ولكن كوطي د الموسيقى راهم ناقصين. الوغ كو التراك ديالي انا ديزيدروس كان واعر في لي كوطي بجوج. هادشي اللي كان داز في الانترفيو ديالو مع اسبريس. من بعد راه جبت لك رد عليه بوسفلو في ميتامورفوز قال ليه شي فاند كلامي شي فاند صوتي
الا غير الصوت الا غير الريتم راه عند الهواريات فهمتي راه هادي راه ديجا درت الا غير الريتم راه عند الهواريات زعما راه حنا روابه حنا واحد الفن اللي يعني هو الشعر اكثر ما هو موسيقى يعني حنا خاصك يعني تكتب يعني كتابه اكثر ما هو موسيقى الا بغيتي غير الموسيقى راه قال لك راه عند الهواريات راه سير راه عندهم الريتم راه يمزكوك فهمتيني شنو بغيت فهمتك بغيت تشرح للجمهور شنو هو الكولتور ديال الراب واش الراب هو السبان وتخسر الهضره والكلاشات او لا الراب هو اللي كتكتب واحد الكلمات كتخرجوا من قلبك وكتهضر مثلا على معاناه ديالك ولا على معاناه الشعب وكتوصل الكلام ديالك الناس اللي مقاصحين مثلا الناس اللي مضرين من ديك السيتواسيون اللي مثلا طايحين فيها. هاد الحويجات اللي قلتي كاملين هما واحد الكوطي في الراب هو واحد الفن اللي دار باش انه ماشي ضروري غير رساله وانك توصل كلام الشعب وتهضر بلسان الشعب ممكن انك تيغو تريبي وتهضر على راسك يعني موتيفاسيون يعني تموتيفي الدراري هذا الراب اما تخسر الهضره كتبقى غير طريقه ديال داك الرابر واختياره لو شوا ديالو كاين سيدي اللي ما كتبرد ليش غدا يدو انه انا مثلا غير انا كنهضر معاك كاين اللي عنده تخسر الهضره في الدم الا ما قال لكش باغ اكزومبل واحد الكلمه راه ما يلقالهاش هو ما يلقالهاش اختها ما خسرش فهمتيني خاصو يقولها خسر عاد باش يحس راسو حط داكشي اللي عنده قال له ماكسيموم في داكشي اللي بغى يقول تخسر الهضره كتبقى طريقه واختيار ديال الرابر المهم هو الميساج توصل الميساج ديال كو سوا موتيفاسيون كو سوا هادر كلاش كو سوا هادر على ربما راسك على معاناه الشعب على معاناتك ولكن بتخسر الهضره ولا ما تخسرش الهضره هذه غير طريقتك انت وكي داير واش انت كتخسر الهضره وخاصك تخسر الهضره باش تحس براسك كتبتي له ماكسيموم عطيتي له ماكسيموم ولا انت يعني اصلا واحد دو جونغ اللي ما كيخسرش الهضره ويعني والميساج ديالك توصلو حتى في الحياه ديالك عاديه بغيتي توصل تهضر مع صاحبك ودوز ليه الميساج ويدوز لك الميساج ما كتخسرش معاه الهضره كتبقى غير طريقه ماشي بالضروره الراب هو تخسر الهضره. وبغيت نسولك كذلك على التراك ديال حلمة ادو 7 ديال طوطو براند طوطو ديك كلاش اللي كان قال الياس المالكي واش قالوا على قبل ومثلا هم ما كيعجبوا شي مثلا الياس ولا ديك الكونسيبت اللي كيعمل او لا قالوا غير باش مثلا ديك التراك يطلع لازم يدخل يتفرج من يسمع معاش ضروري ما يدخل شي واحد يتصنت يسمع مثلا الياس المالكي فهمتك تكلاشا فهمتك وإلا رديتوا البال يعني مؤخرا الياس المالكي كنسمعوه بزاف كنسمعوا كلمته بزاف كوصا عند واحد جاي يدير فيديو كيذكر الياس المالكي واحد باغي يدير تراك تيذكر الياس المالكي فهمتيني هذه ما نكروهاش هذه واحد الجانب اللي ما نكروش الياس المالكي حاليا حنا شفنا يعني الارقام اللي محقق في ستريم يعني سميتو ولا ترند الا بغينا نقولوا يعني بارفوا شي وحدين كيبغيو يذكروا سميتو غير باش يطلعوا هذه راه ما كذبتيش فيها وماشي عيب انا بالنسبه لي ماشي عيب هذه واحد النوع ديال الكولاب غير هي نقدروا نقولوا كولاب بزز عليك انا بلاصه نمشي معاك نمشي عندك ونقول كاجي ندير انا وياك فيديو نديروا كولابوراسيون بيناتنا انا كنفرضها عليك بغيتي ولا ما بغيتيش غنذكر سميتك وانا جريت ديالو كيقولوا مال هذا شنو تيقول عليه شنو تيقول على الماركي راه نمشيو نشوفوا شنو كيقول على الماركي فهمتيني يعني هذه ما نكروهاش يقدر طوطو بغى يجبد شي حاجه اللي اكطويل شي حاجه اللي تران شي حاجه اللي خدامه في ذاك الوقت اللي هي الياس المالكي كلشي كيهضر عليه وذكروا كان خاصو يزيدوا في تراكو يقدر وماشي عيب ماشي مشكل حلمة ادو 7 عجبتك ولا كيف ما حتى البيك قال لي هاد المراه هذه الكلمه ديال تيقولها المالكي وميم طون عليا حتى انا فهمتيني يعني بحال ضرب عصفورين بحجر نقدروا نقراو هكا نقدروا نقراو فريمون راه حيت ما قالش عليه كلمه زوينه قالها عليه خايبه يعني قال بين باللي انه كونتر الكونسيبت ديالو يعني يقدر يكون كلاشا ويقدر يكون دوزون بجوج ضرب عصفورين بحجر فهمتي بحال قلت لك الطريق ديال حلمة ادو 7 واش عجبتك شنو الراي ديالك فيها شكون احسن وحده فيهم مثلا 7 او اللي كان خارج ديال 6 شكون اللي احسن انا كتعجبني الخمسه الصراحه ولكن كاع زعما حلمة ادو هادو التراكات هادو سلسله ديال التراكات اللي كيعطي فيهم طوطو كيكتب فيهم ولاحظت في الاخريه ديال حلمة ادو 7 كان تكلم في واحد البارتيه على المشكل اللي كان وقع له
اللي ماشي غير في حلمة ادو، حتى في التراك اللي كان قبل كنظن ولا من بعد سيلوات حتى هي كان نشر الموضوع عادي. يعني الرابر راه كيكتب على حياته، راه كيكتب داكشي اللي كيعيش، داكشي اللي كيحس في ديك اللحظه في داك الوقت. يعني عادي انه يستحضر داكشي اللي كان وقع عليه. بغيت نعرف انتينا وإلياس المالكي واش بيناتكم شي مشكل؟ انا كنشوفو دائما كيهضر عليك، دائما كيطلع عليك، دائما كيتنمر عليك في اللايفات ديالو. إلياس المالكي راه كيتنمر على كلشي، هذا الكونسيبت ديالو. وانا الصراحه ما كنتش عارفه. كان هضر على بوز، انا كنت درت راب نيوز وقلت باللي ودوزت داكشي. انا بالنسبه للراب نيوز تندير نيوز، يعني تنقول هذا راه قال هذا، داك لاشا هذا دار هذا، غير كنقل، ما كنعطيش الراي ديالي. ربما تما بدا هو ما عجبوش الحال، ربما ولا ما عرفتش ولا قلت لي انا مع بوز، راه انا ما كاينه مع بوز لا مع هذاك نيوز، كنقل الخبر كيف ما هو. صافي بداو كيجيو عندي الدراري كيقولوا لي راه كيجبدك، راه كيهضر عليك في اللايفات كذا. هادي انا صافي انا جبدني، انا في الاول ما كذبش عليك، انا جبدني في الاول. راه واخا هكاك راه مصينا داك لي قلت تريب ديال روابا ما عجبنيش الحال، انا نخرج فيه، فهمتيني، نخرج فيه. شنو زعما جبتيني انا غادي نشوفوا شنو هادشي. صافي خرجت حتى انا كلاشاني، هو رديت ليه الكلاش ديالو في الفيديوهات اللي راكم شفتوا. يعني رديت ليه شويه، بداو عليا لا اختي خديتي الامور بجديه وهذيك انت ما فاهماش الكونسيبت. منين قلبت لقيت فريمون بلي الكونسيبت ديالو هو التنمر، هو انه كيطلع على هذا ويطلع هذا، ماشي بالضروري يطلع عليك راه ما حاملكش، يعني ماشي بالضروره، ماشي معادله صحيحه هذه. صافي قلت لي ستومبي، خلي مره الا رشقات لي نجاوب، ما رشقات ليش ما نجاوبوش. غير هو في واحد الوقت كنت هذا الوقت اللي كنت غابره، كنت نيت نفسيتي ماشي هي هذيك مع لاكسيدون راك عارف. زيد عليها المورفين جبدني حتى هو في واحد السطوره في التراك اللي دار فيتشرينغ مع حموده. والبيك حتى هو في ديك اللعبه ديالي هاد المراه. ويا هاد المراه سببها نيت هو إلياس المالكي. قلت غادي نجمع الزمر كامل ونكلاشيه، ما نكذبش عليك، راه بديت زعما راه بديت غير ما عاودت. المهم حتى دابا مازال الفكره، مازال البروجي في الراس. الا بغاو الدراري راه غير يقولوا لي وانا معاهم. علاش دائما بحال قلت لك كنشوفوا دائما كيهضر عليك، وفي نفس الوقت كيبقى يقول مثلا في الثانيه كيقول لهم مثلا مشيو تابوناو عندها او مشيو عندها ولا كذا ولا كذا، صح. ولا عاود مره كيقول لا كيبقى يستوبي كيقول خايبه. وبارح كنت كنتفرج اللايف ديالهم، وشني قال لهم مشيو عندنا الانستغرام وقولوا لا خلينا نشوفوك كترابي ياك عليها. وعرفتي شنو ورا الشيء انا ما كنتفرج فيه حيت ما خويا واخا بغيت نتفرج فيه 6 سوايع بزاف عليا، بقى 5 ساعات و14 دقائق. لا بزاف عليا، بقى انا ما فهمتش. انا زعما راه فريمون جامع عليه فاز فغي زعما كيبغيوه ملي كيجلسوا مع 6 سوايع راه كيبغيوه. راه ماشي اي واحد راه 8 دقائق 10 دقائق تقول مصمشت معايا بنادم 6 دقائق راه براءه، 6 سوايع راه برافو ليه. قلت لك رديت البال اليوم كلشي بغيناك ترابي، قلت ما يمكنش هادو جاو عندي كاملين في خطره بغيناك ترابي، راه ما فهمتش انا كيفاه والله العظيم. الا غير قبيله نيت شفت في الانستغرام واش شي صفحه هكا كامله بغيناك ترابي، قلت راه شي حاجه ماشي هي هذيك. والله ما عرفت بلي راه إلياس المالكي قال له، ما عرفتش الصراحه، مازال ما وصلناش الفيديو ديالو فاش قالها. زعما قول لي ما بيناتكم حتى شي مشكل عادي ولينا كنتقبلوها، ولكن انا معاه. دابا هو الا صعد دابا عندي واحد النفس خايبه شي شويه، ما نكذبش عليك، يعني صعدها انا مصعدها معاه ما صعدش. المهم انا غادا معاه على المزاج ديالو، حنا كنحاولوا نفهموا الكونسيبت، ولكن في نفس الوقت راه ماشي شي وحده اللي غتسكت ليه. راه فين هذيك النفس ديال روبا ديال ديك جبتيني كلاشيتيني رد عليك، ما يمكنش. بغيت نعرف شنو الراي ديالك في المشكله اللي وقعت من سعد المجرد ومؤخرا عاود اشرف حكيمي. الراي ديالي راه قلتو نيت في جوج ديال الفيديو، هضرت عليهم بجوج. انا في الاول ما نكذبش عليك، سعد المجرد من البدايات، يعني من الاغتصاب الاول، حيت هو دابا في جوج ديال القضايا عنده. ما عرفتش شنو داروا معاه في الاولى وداز الثانيه. من القضيه الاولى انا ما تفهمليش البلان، حتى انا كنتفهم ان واحد مغربي وصل عربيا يعني وصل لهاد الدرجه الكبيره، ضروري. ما انا غير كنشوف انا مثلا عبدات ربي، انا يلاه باديه قايله بسم الله، وكنشوف باللي كاين فريمون كاينين اعداء اللي بغاو يطيحوني نيت، ماشي زعما كتشوف شي بنادم وكيضرب لك في دارك وانت ما كتعرفوش حتى شكون هو وما حاملكش،
ما حملكش على شكون. وعرفتي كاين شي وحدين زعما قمه الحقد تيصيفطوك شي ميساجات بريفي تقول وهذا مالو واش ديت لي انا حتى يدير معايا كحرك لا واحد اللي وصل لديك يعني ساعد المجرد راه برافو يعني وصل لواحد القيمه كبيره. ضروري ما غادي يهاجموه يعني ضروري ما غادي يكونوا عنده فتره قليله وفتره صغيره يعني علاش حيت غادي يخلق منافسه لوحدين اللي خدامين هما برود على قد يعني وحدين مثلا شركات كبار وهذه غادي يبقى يمشي معاهم جنيبه ما غاديش يبغيو غادي يبغيو يطيحوه غادي يبغيو يحاربوه. فهمتيني شنو اللي كاين يعني انا قلت تقدر تكون مؤامره. انا من الاول قلت تقدر تكون مؤامره وما نكذبش عليك رجحتها حتى ل 90% مؤامره. فهمتيني حتى ديك القضيه ديال بنت اغتصبات انا ماشي زعما على قلتهم واكثر من اللي مثلا قبل ما ملي مثلا تحكم مثلا ديك 6 سنين باقي ما دازتي حتى شويش من ديك الفتره وقال لك اشرف حكيمي عام لا سيرتو دابا كاع حتى 6 سنين بعدا اصلا حتى 6 سنين انا جاتني بزاف وجات مع هذه الفتره ديال توتر العلاقات ما بين فرنسا والمغرب. انا قلت الامور سياسيه واكثر من اللي كانت المغرب كان واحد الهاكر فرنسي عطاتو المغرب شبراتو وصرداتو لامريكا. فهمتي ياك فرنسا شنو بلا الصراحه FBI ديال امريكا هادشي كنظن علاش وقع الشيء هذا. يقدر بحال هكا يكون زعما كي درتي لي ندير لك ما انا المهم 6 سنين جاتني بزاف الصراحه سيرتو يعني فاش قريت المقالات لقيت بلي ما كاين حتى شي دليل لا علمي لا مادي لا طبي و 6 سنين راه قال لك راه سميتو لا المحامي سعد مجرد جاتهم صدمه علاش كانوا عوالين على البراءه وتصور واحد من البراءه يولي في 6 سنين. ومنين جات حكيمي ما نكذبش عليك ماشي جاتني الضحك يعني جاني هادشي فيه الضحك هادشي جاي معيق باين كاع بالوضوح وصبر بعدا غير دوز واحد عام ولا حتى في البلا يعني باين هادشي ما راه خرجت قلت لهم قلت كاع بانت اللعبه. بغيت نعرف الكونتوني ديال اليوتيوب مثلا اليوتيوبر اللي كتفرجي فيهم شمن الفئه اللي مثلا كتجذبك اللي كتعجبك؟ الفئه اللي كتعجبني هي الفئه اللي فريمون عندها محتوى ماشي فئه اول حاجه اللي كتعتمد على شتي في صحاب الرياكسيون صحاب يعني اللي قرابين ليا كاع اللي كيديروا كونتوني اللي قريب ليا كيديروا ربما رياكسيون مع العلم انا ما كنديرش رياكسيون ولا كيديروا ربما ريفيو ويكون كيعتمد على البروجي ديال واحد اخر نجي انا نهز التراك ديالو ولا البروجي ديال شي رابر ونحطو عندي في القناه وما نزيد عليه والو ما تكون عندي فيه حتى شي اضافه نزيد عليه ربما نضحك ربما نشطح ما زدت عليه والو. انا بالنسبه لي هذاك ماشي كونتوني هذاك مثلا ما يعجبنيش انا ما كيعجبنيش انا داك النوع ديال الكونتوني انا اي واحد كيدير مجهود وكيجيب معلومه يعني وعنده محتوى هذاك هو اللي انا كيعجبني هو زعما نقدر نتفرج فيه حتى حسيت راني الا ضيعت معاه واحد 8 دقائق ولا 10 دقائق نخرج على الاقل بكلمه معاه ولا جوج كلمات راه عندي ربح. فهمتيني ما واحد نشطح ولا شي نشطحي مع راسي. قول لي هذا هو الكونتوني اللي كيعجبك مثلا الناس مثلا اللي كيعملوا الرياكشن مثلا بزاف اللي معروفين بعد منهم واش ما كتشوفهمش كي مثلا كينافسوك واخا مثلا انت كتعمل الريفيوز ماشي الرياكشن لا هذا هو الصراحه لا واخا ما كتهضرش عليهم كاين بعد منهم اللي كيهضروا عليك مثلا فهمتي كاين مثلا كيكون مثلا عامل رياكشن كتجبر تحت في الكومونتيرات علاش ما كتشرحش في فاميليا علاش ما كتشرحش مع فاميليا واش فهمتي الدراري ديالي فهمت كيمشيو مثلا علاش ما كتشرحش في مع فاميليا واش فهمتي كيمشيو عندهم الرياكشن كيقولوا نتوما كتعملوا الرياكشن علاش ما كتشرحوش. دابا انا مريت انا فاش دخلت لهذا الدومين ما جبتلهمش ديك رياكشن عرفتي شنو كندير لهم تندير لهم رياكس تنقول لهم السلام خوتي خواتاتي جيسبر تكونوا بخير معكم فاميليا في رياكسيون ريفيو التراك الفلتاني ما حملونيش في الوتيب اختي واش ما عارفه حتى الفرق ما بين رياكسيون بين ريفيو شي وحدين بغاو يدوزوا لي ديك ما عارفه الفرق ما بين رياكسيون ريفيو شي وحدين عاوتاني كيتقرصوا فاش يقول لهم شي واحد راه فاميليا واعره كتشرح وفاميليا راه كدير ريفيو وفرقوا ما بين ريفيو ورياكسيون. انا بالنسبه لي هذيك رياكسيون حنا زعما شافوا سميتو شافوا زعما يجيو زعما يقولوا حق امريكانيين وحق فرنسيين كيديروا رياكسيون بهذه الطريقه كيطلقوا التراك وتيديروا لا رياكسيون ديالهم هي بصح راه رياكسيون ولكن راه كيهضروا حتى على تكنيكمون داك التراك كيدير الفلو ديالو ليريكس لانستري كيهضروا على هاد الحويجات حنا جاو ما يحطوها رياكسيون
وتا رياكسيون ما غاداش مزيانه مع التراك راسو كيتحرك في جهه التراك غادي في جهه. المهم داكشي هذا مخلط فهمتيني. رياكسيون ريفيو شئت ولا ابيت انا بعدا ما يعطينيش قلبي نطلق التراك ونبقى غير خاصني على الاقل نقول الراي ديالي. داك السيد راه كاتب راه راب هذاك راه كاتب نقول شنو كيقول تما نهضر ضروري نهضر ما يمكنش ندير رياكسيون. بغيت نعرف مثلا اليوتيوبر مثلا اللي كيهضروا ولا كيعملوا مثلا اللايفات وكيبقاو ياتاكيو شي يوتيوبر اخر ولا شي واحد اخر والناس اللي كيتفرجوا له حتى هما كيبقاو يمشيو ياتاكيو ديك الشخص اللي هضر عليه. كاين هضر واش كتجبر؟ السؤال ديالي واش المشكل فين؟ واش هذيك اللي كيتفرجوا فيه اولا هذوك نيتهم اللي كيتفرجوا؟ فهمتك. وراه ماشي غير زعما ماشي غير الدراري كيسمعوا واحد متبعين وقال كلمه وكيتبعوه وبارفوا غير واحد من الدراري غير هما بعضياتهم واحد جا كومونطا واحد الكومونتير خايب كلشي كيتبعوا في داك الكومونتير خايب مع واخا يقدر يكون داك اللي دار الكومونتير الاول راه غلط. فهمتي هذه القضيه كاينه ما فهمتش انا كينجروا واحد كيجر كلشي. مثلا انت درتي فيديو زوين وانا غير بغيت فيك الخدمه ونجي نقول لك خويا داكشي عندك عيان كيجيو الاخرين كيشوفوه ما يمكنش هذا قال داكشي عيان ما كيفهم حسن منا داكشي عندك عيان الاخر داكشي عندك عيان ولا كلشي كيقول داكشي عندك عيان ربما كاع ما مقتنعوا داكشي عندك عيان. فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ كاينه هذه القضيه. وانا الصراحه حنا انسان ربي عطانا عقل خصنا نخدموه ماشي بالضروره هذا قال ما يشككنيش شي واحد في الراي ديالي حتى انا عندي عقلي والاذواق لا تناقش. انت قلتي داكشي جاك عيان نشوف انا كيجاني ونكتبها بكل ثقه في النفس نثق في راسي ونكتب الراي ديالي بصح ماشي ناخذوا على واحد يوتيوبر جاي حتى داك اليوتيوبر راه ما وسيرتو كاع دابا راه اي واحد اللي جا كيدير يوتيوب يعني ماشي بالضروره جاي كيهضر لك على الطبيب راه طبيب وماشي بالضروره جاي كيهضر لك ولا دابا كلشي كيدير كلشي. فهمتيني يعني بعدا ما خاصش تكون ديك الثقه المطلقه. الثقه المطلقه اصلا ما خصهاش تكون في التلفازه وما خصهاش تكون في العالم الافتراضي. فهمتي الثقه المطلقه خاصك تلمسها خاصك تقيسها النيت خاصك تجربها النيت وتقول تشوف النيت واش بصح ولا ما بصحش راه يعني تا دوك ما فهمتيني يعني خاصك الحاجه تجربها ماشي جانا واحد قال لي واحد الهضره وصافي نتيقوا لا نبحث النيت بصح واش بصح ديك الهضره كاينه ولا ما كايناش. الالبوم ديال البيك كيفاش جاك؟ الالبوم ديال البيك الصراحه ما درت فيها ما يصلح مع البيك. هذه هي الصراحه. جاني في واحد الوقيته ماشي هو جا في واحد لحف ديك الوقيته نيت ديال لاكسيدون ديال انا غبرت انا ندير ليه بكل افتخار ندير داك الالبوم ندير ليه ريفيو. البيك اول حاجه يعني واحد مروط القدام اللي عطاو للراب شئنا ولا ابينا. الالبوم ديالو كان فيه بزاف ديال الحويجات اللي جديده في الراب المغربي كوسا في الموسيقى واصلا يعني بلا ما بقى نهضروا على الكاليتي ديال الموسيقى ديالو يعني تبارك الله هو من هذه الناحيه ديال الكاليتي والاستوديو اللي عنده تبارك الله هذه راه فرعهم فيها ما نقولوا. وكاين شي حويجات عاوتاني وكاين شي حويجات الناس مشاو فيهم زرقين راه فريمون عرفتي غير التراك ديالو طقوس عرفتي التراك ديال طقوس اللي حطوا كليب مؤخرا ولقى واحد الانتقاد كبير واش هذا الشيء وحتى واحد من عندكم تحياتي ليه وكيعجبني لا علي صامد كيعجبني علي صامد وكنحترم علي صامد وكيجيني من الرواب المحترمين اللي فريمون مثال اللي خاصو يكون عندنا في الراب المغربي باش الناس تفهم بلي الراب راه ماشي غير هو تخسر الهضره يعني فريمون صامد انا كنحترمه بزاف وعزيز عليا. صامد حتى هو جا وقال زعما باللي هاد الطقوس باللي راه البيك زعما بهاد التراك بهذا الكليب ديالو طقوس كيورينا الشعواده هي حيت جات مع واحد لا بيريود اللي حنا والجزائر يعني ديما كاين احتكاك بيننا وبين الجزائر كاين واحد المشادات والجزائريين شو تيقولوا علينا لا في كره لا في كذا حقا مشعوذين حقا راه كيمشيو للسحر هو فاش جا حط هادشي بنادم ما حملوش علاش نتايا بحال زعما بغيتي تصفق الجزائريين زعما حنا بصح تنعرفوا الشعواده الوغ كو انا منين مشيت قلبت وشفت شنو كيكتب وفهمت ليريكس ديالو ولقيت باللي بعيد كل البعد على الشعواده. ودايوغ راه كيسالوني ريفيو راه لحد الان تنقول لهم راكم فهمتوا غلط 100% داك التراك راه فيه واحد الرساله في شكل اسيدي راه كيهضر لكم تما على غلاء الاسعار اسيدي راه كيهضر لكم تما على السياسه وشنو واقع في البلاد مؤخرا ومازال كيسالوني ريفيو غير حد داز الوقت قلت ما نعرف ربما اللحوم يشوفوا حد
فهمتيني شنو اللي كاين. ما فريمون كان عنده دوبل سونس في داك سميتو. وعلاش في داك التراك علاش الالبوم تجبر تسمع الانتقادات بزاف، لقى انتقادات بزاف كيف ما قلت لك، حيت تجرأ انه يدخل شي حويجات جدادين، وهذه حاجه مزيانه. انا ديما مع انك تدخل شي حاجه جديده، ماشي ما نكونش ماشي ننتقد نعمل الحلو نجي نطيح في كلامه اللي قال كيبقى الراب يبقى في الراب وهذه يبقى وكاع جاهم البيك من الاخر وقال لهم اسيدي انا ما بقيتش كنرابي. راه قالها با مال دو فوا، قالها في ستوري ديالو، قال ما كنديرش الراب. زعما تجي تقول لي حقاش داكشي درتي، انا ما كنديرش الراب، ما رابيتش في هذا سميتو. هو جاب شي حويجات ديال دخل الشعبي. انا عجبتني هذه القضيه ديال يدخل الشعبي مع الراب، يعني شي حويجات جدادين. هذه حاجه اللي مزيانه. الالبوم ديال بيك مزيان. دابا بغيت نعرف الراي ديالك في الرابا اللي كيعملوا اغاني فيهم الدريات مثلا هذا هو اللي خاصنا ننتقدوا، هذا هو اللي خاصنا ننتقدوا. ما كيغنيو فهمتيني على هذا الشيء هذا. علاش ما بقاش الراب اللي كيقيس مثلا قلبك، اللي كيهضر عليك مثلا، واخا كيغني على راسو كتحس براسك بحال كيهضر عليك نتينا. علاش افتقدنا الراب هذا؟ شتا اخي سعيد كيف ما قلت لك، راه ماشي الراب ضروري زعما نهضر على المشاكل وعلى الدوله وعلى ما عطاتنيش وما درت ليش. راه ممكن ايغو تريبي ونقول انا كنخدم، انا وصلت، انا لاباس عليا، انا عندي طوموبيل، انا عندي الدريه ديالي، انا عندي. راه هادشي كيتسمى ليغو تريب. هادشي راه كاين في الراب، عرفتي هادشي راه تا هو واحد الطاقه ايجابيه تتسمى موتيفاسيون. يعني راه هادي راه كيديروها بزاف في جروب شايفين سموليكس، راه التراكات ديالهم كاملين موتيفاسيون. يعني الدراري كيسمعوا تقاتلنا جبناها من كذا وصلنا درنا فعلنا بلادي، تتموتيفي الدراري. كاين تيقول راه انا نخدم على راسي، انا ندير راه غادي نربح، فهمتيني؟ كتموتيفي الدراري. هذا كاين واحد النوع ديال الراب بحال هكا، زعما ماشي بالضروره تهضر عليا، ولكن باش تجي انت مثلا في هاد الظرفيه هذه اللي حنا مثلا كلشي دابا ضرر من غلاء الاسعار. يعني كلشي دابا اللي عنده اللي ما عندوش كلشي تيشكي ويبكي من هاد غلاء الاسعار. وتجي انت في هاد الظرفيه هذه وتجيب ليا الهامر ولا ما نعرفوا تركب حداك دريات عريانات. ما كاينش هادشي عندنا في المغرب. وشنو صوره كدير وحقا وانا وليغو تريب، وانت عارف الشعب دابا شنو كيعاني. ماشي في محله، ماشي في وقته، ماشي في ثقافته، ماشي في خارج ليميت، خارج الاطار. اش كتخبر اش كتخبط، فهمتيني؟ جا بغيت نقول لك يعني هذا مثلا انا ماشي ننتقد، هذا الشير عليه باش نثبت ديال دايره في هذه الوضعيه ديال غلا راسها. بغيت نعرف المشكل ديالك مع يوسف 45 ستوري. يوسف 45 عزيز عليا من ديما. كنت واحد الساعه ديما في ملح شي تراك كندير ليه رياكسيون، واحد الساعه ما بقيتش كندير عليه رياكسيون. ماشي انا اللي ما بقيتش كندير عليه، مي حتى هو راه قالها، حتى هو حبس، ما بقاش خدام بديك سميتو يعني بديك شو سميتها يعني ما بقاش خدام بزاف. وحتى الكواليتي نقص فيها، ولا كيدير الفيتورينغات بزاف، مشى هرب. ما في الاول فاش بدا الالبوم 100 تراك بدا بكاليتي مزيانه وطراكات ناضيه وفعلا داروا عليهم دي رياكسيون. ودابا راه عاوتاني قالها في الانترفيو، قال بلي راه غادي هاد الاخر اللي بقى 25 تراك اللي بقات من الالبوم راه غادي تكون ناضيه بحال الاول ديال الالبوم. يعني غتكون شي حاجه ناضيه وحنا معاه. راه يلاه اخر فيديو كان عندي على يوسف 45 وديجا حتى هو مؤخرا خرج في انترفيو وهضر على البلان ديالو معايا، وقال بلي غير كنضحك معاه وما بيني وبينه حتى شي حاجه. وحتى انا يوسف 45 عنده تنحترمو حيت عنده داك الشخص، ماشي عنده ما يقول ربما ما معاونش راسو بالكواليتي ولا شي حاجه، ولكن راه خدام وكيخدم. زعما بعض المرات يكون عنده تراكات زوينين. بغيت الراي ديالك في واحد الدري اللي طلع مؤخرا في 2020 ملي كان وقع البيف ما بين بوسفلو، لا مش 2020 2021 ملي وقع البيف مع بوسفلو وفيغوشي. عرفت شكون طلع ستيت؟ كلشي ديال ما بين في كجمع بزاف الناس كينتقدوا كيقولوا باللي التراكات ديالو تقريبا بحال بوسفلو، تيقولوا ولد بوسفلو كاع بوسفلو. وتا ملي مثلا كيرابي كذلك بالموضه كيقول لك نفس الستيل ديال بعضيتهم، ما كاينش شي حاجه مختلفه، ما كاينش واحد الروتوش ديالك، شي حاجه ديالك، البصمه ديالك. بالعكس شي بعدا دابا برمودا اللي قلتي وكجمه والله لا بعادين كل البعد على بوس. ربما نقول لك انا فاش متشابهين في اللكنه،
مشى به ربما في المواضيع، حيت بحكم انهم يعني ساكنين في نفس لونتوراج، يعني عايشين نفس الحويجات، ما زعما اللي يجي يقول لك عندهم نفس الستيل وكيديروا بحال ولا كيتشابهوا، راه غير كيخربق، راه ما كيفهم حتى شي حاجه. بعدا هذه هي الاولى. شنو كيبقى يقول لك هيداك كيقول لما كيسمعوا التراك ديالهم، ديك مثلا التراك ما كيعملش التراك ديال بوسبلو اللي كيعملوا، كتكون واحد مور الاغنيه كتكون ديك يا مثلا حتى هما كيعملوها، كيقول لك هيداك لان كيعملوها كيشبهوا له. لا ديك هذوك كاع هذيك البصمه ديال، وحتى ولو نقولوا كاع كاين واحد النوع ديال التشابه، كانت واحد النوع ديال شنو تتسمى زعما انك انسبيراسيون من شي واحد اخر، ما فيها حتى شي عيب. هو بصح خاصك تانسبيرا، ولكن ماشي تاخذ داك الشيء تاير كيلو وتحطو تاير كيلو، الا راه فوتوكوبي هذاك، ولا عندنا جوج كوبي من رابر واحد، فهمتي؟ تانسبيرا وديفلوبي وتزيد شي حويجات من عندك. كجما مثلا هضرتي معاه ما غاديش نكر انهم انسبيرين بوست، ما غاديش نكرها بحكم ان بوز قديم عليه، بحكم ان بوز ولد حومته وكابر معاه، ما غاديش نكرها. انا نقولها لكم ما نكرش انهم انسبيرين بوز، ولكن كجما عنده البصمه ديالو في موسيقته، برمودا عنده بصمته في موسيقته، كل واحد عنده ديك البصمه ديالو والسيناتور ديالو في موسيقته، وكل واحد مختلف على الاخر، ما كاينش تشابه كاع نهائيا. انا نعطيك دابا شي اختيارات وتختار لي ما بيناتهم. عندك المورفين وبوز. هذا ما شتي ما شنقول لك، هذا السؤال كيكون بزاف في لي زانترفيو، انا ما صراحه ما كيعجبنيش هذا السؤال ديال اختار ما بين هذا وهذا. اول حاجه حيت انا وحده اللي كدير رياكسيون خاصني نكون نوتر، يعني ما خاصني الناس ديال هذا يعني انا ماشي غادي نهضر على هذا بالمزيان ونهضر على هذا بالخايب، حيت كنحترم الناس اللي عندي راه كل واحد كيدير هذا، كاين اللي فان هذا وماشي فان هذا، كاين اللي فان هذا، يعني ما كيكونش واحد مثلا شي واحد عزيز عليك، مثلا بحال دابا حنايا مثلا عندنا 3 د الخوت، بحال دابا انا نقول لك مثلا غير المورفين وبوز هذا بعدا ما غاديش نجاوبك، حيت جاوبتك اوكور ديال الانترفيو قلت لك باللي راه لا علاقه بحال قلتي، كل واحد والستيل ديالو، يعني ما يمكنش تقارن جوج ديال الحوايج انكومبارابل. دابا انت قول لي شي واحد اخر نقدر نختار لك ما بين شي كاين عاود جوج شي سميتو الفرده دوليبرا. الفرده ودوليبرا هذه قاصحه شي شويه هذه قاصحه شي شويه. الفرده بارمير وابا القدام وعنده ستيل ديالو بوحديته، ما مزحمو فيه حد. لا قبل الفرده دوليبران عاوتاني انا نختار الفرده، ولكن دوليبران علاش خليتي مره نختار لك دابا الفرده، ولكن دوليبران راه مسخوط، راه تتقول منين كيجبد هذا الكلام هذا، منين كيكتب هذا الشيء، واش تاخذ معاه شي جني، واش يكتب معاه شي جن، ولا فهمتيني؟ هذه هي الوحيده اللي جراني دوليبران، ماشي زعما شي حاجه اخرى. ما با غنختار الفرده في الالبومات ديالو جوج بيهم ديال كاغولي وطونطون. شكون اللي شفتي مثلا بدع فيهم؟ هو بدع فيهم جوج بيهم، حق شكون اللي كتشوف فيهم اللي عطا فيها بزاف، اللي فهمتي نزل فيها التخت ديالو كامل. دابا حيت كيف ما قلتي تقريبا بحال كيمشي في نفس الستيل ديالو. الفرده في تراكاتو كتلقاه مره كيهضر لينا على راسو، كل مره كيلوح لينا شويه عليه، بحكم انه كاغولي الناس ما عارفينش عليه بزاف، كل مره كيلوح لنا نويطه عليه، والستيل ديالو راه هو الستيل ديالو ما كيبدلوش، بحكم انه ما عندوش منافس فيه، هو راه الستيل ديالو يونيك ديالو بوحديته، ما كاينش شي واحد في ساحته، فهمتيني؟ يعني كانوا البومات اللي متقاربه طونطون وكاغولي متقاربين الصراحه، ولكن نقدر نقول لك طونطون كان فيه بليس ديال عرفناه اكثر تما بزاف ديال. مازال في كاغولي غير كانت ماجولي اللي شي شويه هضر فيها على بنته، فهمتي؟ طونطون كان فيه بزاف، كان الذكريات ديال الصغار، كان فيه بزاف ديال الحويجات، شي نويطات اللي دازوا على الفرده. انا كيعجبني الفرده فاش يرمي لنا شي نويطات عليه، بحكم انه زعما شي واحد غامق. اول حاجه كاغولي ما كيبانش، ما كيخرجش في لي انترفيو بزاف، ما كنعرفوا عليه والو، كيغبر، يعني كنسينو دوك الالبومات ديالو التراكات ديالو باش نفهموه شويه، مره يبان لينا. اخر سؤال عندي هو علاش تينا بشي روابا كتملهم مثلا ريفيوز، وكاين شي روابا مثلا ما كتملهمش شي ريفيوز؟ هذا السؤال الاول. والشيء او السؤال الثاني اللي متابع مع هذا، علاش من ينزل 7 الالبوم ديالو واخا ماشي راب، الالبوم ديالو
واش معاش ما عملتيش مثلا ريفيو مثلا شي تراك ديالو الاولاني مثلا ولا التراك اللي غناه مع الفرده؟ بالنسبه لعلاش ما كندير لهذا وما كنديرش لهذا زعما ما نكذبش عليكم يعني بكل صراحه زعما ما دايرش قدامي شي طابلو وكاتبه فيه هادو اللي غنبقى ندير لهم ريفيو هادو اللي ما نبقاش ندير. ما كايناش هاد الهضره نهائيا وربي شاهد عليا زعما ما كايناش هاد الهضره نهائيا. انا غادا وداكشي باش ما تخاني الله كتيقولوا انا غادا بعض المرات راه الوقت اخويا سيرتو الوقت انا قلت لك البيك بقى فيا الحال ودرتها معاه خايبه كاع ما يمكنش البيك لاح البوم وما نهضرش عليه او ما البيك راه واخا كنقيدو من ديال الراب ما يمكنش ما فاميليا راه اسم معروف حتى هي في الراب والريفيو ما كيزحمني فيه حد ونجي انا ما نديرش ريفيو مع العلم انه كانت اغلاط وكانت مغالطات بنات ما فهموش الصراحه انا بقى فيا ولكن ماشي ما بغيتش ماشي حيت ما درتوش اللي شافني حقادي وقرا ما عندهاش مع البيك داكشي واش ما درتوش جاني فواحد الظرفيه اللي فريمون ما كنتش انا كنت نيت غابره فهمتي هذا هو زعما السبب اللي يقدر يكون ما زعما انا دايره هادو نديرهم وهادو ما نديرهمش ما كاينش هاد الهضره نهائيا. نقدر نقول لك وانا وما نكذبش عليك انا اللي دايره في راسي حاجه وحده اللي دايره هي واحد خدم في الكليب ديالو خدم على التراك ديالو عطى رساله ونيت كيبان انه خدم والله يجعلو ما يكون عنده جوج ديال لي زابوني غندير ليه ريفيو ندير ليه رياكسيون ماشي بالضروره يكون التراك اللي طالع ولا شي حاجه ولكن خدم غادي ندير ليه ريفيو. ما واحد الا قلت كيف ما قلتي جاي في غلاء الاسعار وكيدير لي سميتو ما اوتوماتيكمون ما عادش ندير ليه ما داك اور سوجي. واش كان في هذه الحلقه خصك نسولك شي سؤال ما سولتولكش؟ لا ما كنت زعما مزيان الحلقه دازت معك ناضيه والصراحه زعما صدمتيني فيك فريمون راك زعما اسئله كنت عندك في محلها يعني شحال راه كاينين فانز معايا في الراب زعما قليل اللي يقدر يطرح عليك بحال هذه الاسئله حاجه يطرح عليك بحال هذه الاسئله كتعرفوا بلي فاهم الجيم عارف شنو واقع فريمون برافو ليك شكرا بزاف برافو ليك تحياتي ليك وتحياتي للراب في الشمال هذه اللي كنت كنسايد منك انت تقولها كنت نقول هذا غادي يجي يقول لي حاش الراب في الشمال وكيفاش وكذا وهذه تحياتي للدراري اللي كيديروا الراب في الشمال راه ما كاين لا عنصريه لا حتى شي حاجه وكاين عندكم نتوما دراري تما ناضيين وشكرا لك على الاستضافه شكرا للدراري اللي كيتبعوا خويا سعيد فريمون الكونسيبت عنده واعر بالنسبه للدراري اللي عاد غادي يعرفوا الكونسيبت عنده واعر وفريمون الولد تبارك الله نابغه من ناحيه الاسئله والتسلسل ديال الاسئله انا زعما حسيت براسي في انترفيو بروفيسيونيل ماشي اللعب زعما ماشي شي واحد اللي زعما برافو ليك والله لا برافو ليك برافو ليك وكمل في هذا المحتوى حتى فريمون زعما عندك ما تقول. شكرا بزاف وكنتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه وكنتمنى نكونوا خفاف على القلوب ديالكم. ما تنساوش لايك كومونتير وبارطاجيو القناه مع الاساطير الاسطوره ديالكم. الفيديو الجاي ان شاء الله ضروري الماكس تبارطاجيو الدراري لهذا الفيديو اللي ما ابونيش خويا سعيد ابونا ليه والسلام عليكم.